لا في الفقرة الأولى عشرة 5 سنين أوضة واحدة، فبيني وبينه صولات وجولات يعني وأسرار كتيرة، وحتى على المستوى الأسري إحنا إخوات وبنخرج وزوجتي وزوجته، قابلت يا فالموضوع كابتن مساب الاهلي كابتن حسام؟ طبعا كان نفسي اللي هو يكمل يعني، ونفسي موضوعه يتحل. نصحته يا كابتن معتز؟ بصراحة أنا كلمته بعد المشكلة، بس يعني ما دخلتش في التفاصيل قوي يعني. هو في الأول وفي الآخر ده قراره، وعاشور مش صغير يعني، لكن اللي انا عايز اقوله عاشور طيب جدا جدا، فهو ما كانش يقصد اي اساءه او تجريح للنادي الاهلي يعني. لكن عاشور سيظل هو من الناس اللي احرزت، اعلى واحد احرز بطولات للنادي الاهلي، طبعا كابتن النادي الأهلي. التاريخ يعني. فعاشور هيفضل التاريخ ما بيتجزاش ولا يعني ما ينفعش. ندم يا كابتن تقريبا هو على طرفه اكيد طبعا، للنادي الاهلي. اكيد احنا بشر، زي ما الواحد ندم في حاجات كتير، اكيد هو في يوم من الايام وهو قاعد مع نفسه اكيد هيقول انا ندمت اللي انا مشيت من النادي الاهلي. حب يرجع تاني لكن للاسف اداره الاهلي رفضت. ما هو احنا زي ما بقول لك احنا بشر، مش ملائكه. شايف ان الاعتذار كان كفيل ان اداره الاهلي تبدا بص تقف على ابن من ابنائها؟ النادي الاهلي دايما في امثله كتيره، يعني لما بيخطئوا او بيحسوا ان هم جم على الاداره ما بترجعش، زي كابتن عنده مبدا حسام، كابتن ابراهيم الحضري يعني ناس كتيره، ابراهيم سعيد مثلا. لا فعاشور يعني اتمنى لموضوعه يتحل، اتمنى كابتن يعني. ابراهيم سعيد بدا بمناسبه انه اسمه الذكر بقى بدا يميل شويه للاهلي وجماهيره الفتره الاخيره. هو ابراهيم يعني بتمنى فترة ابراهيم كان اخويا الزمالك طبعا، وجماهيره. هو دلوقتي اعلامي، الكرسي اللي مثلاً. قاعد عليه بيحتمه اللي هو لازم يبقى فير، لازم يبقى ولا اهلي ولا زمالك. هو دلوقتي بيأدي شغله على اكمل وجه، ما ينفعش انا ابقى قاعد على الكرسي ابقى منحاز لحد على حد. فانا شايف ان ابراهيم بيأدي دوره، بتمنى له التوفيق في مجاله الجديد الاعلام، وعاشور اتمنى الموضوع يتحل. وعاشور ابن من ابناء النادي الاهلي يعني، عاجلا ام اجلا التاريخ ما بيتغيرش يعني. بس نعم. استاذ محمد بلغني تقريبا هو ممكن يجي في هندسه المستشار. اهلا وسهلا هيجي في صور تانية يا استاذ محمد؟ هو بس واضح اللي نقل له الصوره مش هو حد من الاعداد انا ما اعرفش يا استاذ محمد ازاي. معتز لا دول فين؟ افتح بالله، اوعى ايدك ديت. طب افتح الباب ده من المقصد. اهلا وسهلا. اتفضل. هو فين الاخ معتز؟ هو بيهرج؟ ايه يا بيه؟ ده تهريج. كلامي واضح. انا اتخضيت والله. هقول لك يا كابتن معتز، انا كل ده بتكلم على اساس سياده المستشار والله. طبعا معتز جميل ومن ابناء النادي خلاص، وشرب المقلب ولا ايه؟ انت ازاي بتقلد الصوت؟ لا ده هو كابتن اسمه دخول مفاجئ. حقيقي انت يا بيه في دخول مفاجئ، وانا بشكر ابو القاسم على الفكره الجميله. معلش بقى اعذرني هي جت فيك اول، بس عايز اقول لك على حاجه والله، انا قلت انا بحبه في الاول، صح ولا لا؟ حبيبي يا كابتن حبيبي وشرف ليا. انا اسف انما انت عارف ما اقدرش. بالتوفيق دايما حبيبي. كابتن ابو القاسم حبيبي منور وكل سنه وانت طيب. طيب يا علام حبيبي سامحني بقى. لا يا حبيبي ولا ماشي يا بيه. اهم حاجه الناس تبقى مبسوطه. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. شكرا يا كابتن معتز. برنامج اسمه دخول مفاجئ على فكره. ده يعني مش عايز اقول لك، ده الراجل ده يعني هو سياده المستشار عارف ده لازم يروح يقعد معاه. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع نجم جديد ان شاء الله ودخول مفاجئ. كل سنه وانتم طيبين.